السلام عليكم طلاب الثالث متوسط. طبعا اليوم راح نسولف عن طريقة القراءة الصحيحة في امتحانات الدور الثاني لهذا العام الدراسي. يعني انتم تقريبا الشهر المقبل راح تمتحنون دور ثاني، فراح اعطيكم طريقة القراءة الصحيحة. اذا طبقتوا هذين الطرق اللي قلت لكم عليها انه تنجحون وانتم مرتاحين. طبعا هسه خلينا نجي نسولف على هذين الطرق وافهمكم عليهم طريقة طريقة حتى ان شاء الله تفتهمون عني، وافهمكم الدور الثاني بالتفصيل شلون تنجح منه، شلون تقرا بقرايه صحيحه، وبعد هواي اسئله ان شاء الله راح اقول لكم اياها بهاي الحلقه واجاوبكم عليها. وطبعا قبل لا ابدا اذا عندك سؤال اكتبه بالتعليقات، لان ان شاء الله بهاي الايام انا متواجد وراح اجاوب على اسئلتكم. يلا هسه خلينا نبدا نسولف. اول شيء لازم انت تعرف انك بكم درس واقع للدور الثاني، يعني كم درس راح تمتحن بالدور الثاني. اذا واقع بماده واحده، هاي الماده خلي لها 3 ساعات يوميا قرايه، ساعتين لا 3 ساعات يوميه قرايه. اما اذا انت واقع مثلا بدرسين بثلاث دروس، هذني الدرسين او 3 دروس كل ماده من عندهن خلي لها وقت مخصص، خلي لها ساعتين او 3 ساعات باليوم لكل ماده حتى ان شاء الله تلحق تسيطر عليها. هاي اول طريقه، وهاي الطريقه طبعا هواي طلاب طبقتها ونجحت. وطبعا انت راح تقول ليش اقرا ساعتين او 3 ساعات باليوم؟ طبعا انت بكيفك، تريد تزيد الوقت عادي ماكو مانع، بس هذا الوقت المعتاد لاكثر الطلاب. اول شيء حتى لا تمل وحتى لا تبزع وحتى لا تطلع روحك، لان انت يعني سابقا كنت قاري، فما راح تجي تقرا للدور الثاني. اكيد واسك مو ذاك الوهس، مو مثل الوهس اللي بالدور الاول. فاحب اقول لك انه اذا انت واقع ماده واحده، هاي الماده خليها من ساعتين ل 3 ساعات باليوم قرايه. واقع باكثر من ماده مثلا بدرسين 3 دروس، الكل ماده من عندهم خلي لها وقت مخصص من ساعتين الى 3 ساعات. هسه اول طريقه وبخصوص انه انت ايش قد تقرا باليوم، كم ساعه تقرا باليوم بالماده اللي تواقع بها، انتهينا من عندها. نجي نسولف عن بقيه الطرق وهواي راح تفيدك. طبعا طلاب الثالث متوسط انتم اكثر اسلوبكم كيمياء ورياضيات، فانا يعني ما راح اشرح فقط عن هذه المادتين لانكم طلاب ناجحين بذني المواد وواقعين بغير دروس. فانا ان شاء الله راح اسولف عن امتحانات الدور الثاني بشكل عام، مو بس لهذين الدرسين. هسه نجي نسولف عليهن طريقه طريقه، وان شاء الله راح تستفاد منهن اذا عرفتهن. انصحك بمشاهده هذا الفيديو، اذا ما شاهدته الخسر. وطبعا اهم شيء لازم اقول لك يا انه انت اذا كنت تقرا في موضوع معين باي ماده تواقع بها، هذا الموضوع كان جدا صعب عليك وما قدرت انك لا تفهمه ولا تقدر ولا قدرت تحفظه ولا قدرت تسيطر عليه، عوف هذا الموضوع خليه يولي. ليش؟ لان انت بكل ماده راح تجيك 6 اسئله، تجاوب 5 اسئله وتترك سؤال. فمثل ما قلت لك انه اكو تارك بالاسئله، تقدر تترك هذا السؤال اذا جاك. تمام؟ كل المواد بها سؤال تارك. اسئله العربي يجيبوا لك 3 اسئله قواعد، تجاوب سؤالين وتترك واحد. هاي بالنسبه للادب والقواعد. وعندك بماده الاسلاميه يجيبوا لك شو اسمه ايتين، اجب عن نقطه واحده، ويجيبوا لك 3 فرع، جاوب عن فرعين واترك واحد. فرع بحديث والفرع عن البقيات شرح. ويجيبوا لك معاني، اذني بهن ترك ضمني الاسلاميه. والعربي مثل ما قلت لك اكو ترك لست القواعد، واكو سؤال ترك لاسئله الادب. تمام؟ وعندك اسئله الانجليزي تجيك 6 نقاط، تجاوب 5 نقاط وتترك وحده. اما بقيه المواد مثل الرياضيات الكيمياء وباقي المواد بين سؤال ترك. فاي موضوع كان صعب عليك وما قدرت لابد اتركه، لا تقرا ابد. هسه نجي نسولف شلون تقدر تسيطر على اي ماده تواقع بها بالدور الثاني. طبعا هنا لازم اقسمكم قسمين. اكو طلاب واقعين بالمواد الدرخيه مثل الاجتماعيات والاحياء واي ماده درخيه بشكل عام، والطلاب اللي عكسوا واقعين بمواد فهميه مثلا الرياضيات الكيمياء الفيزياء، يعني الاشياء اللي بيها فهم مثلا مسائل وقوانين هيك شيء. اول شيء خلينا نبدا بالمواد الدرخيه. المواد الدرخيه اذا تريد تسيطر عليها وتحفظ بسرعه، انك لازم تتبع عده الطرق اللي راح اقول لك عليها. طريقه القراءه الصحيحه والحفظ السريع، انك لازم بالمواد الفهميه قلت لكم راح نبدي. اول شيء لازم تقرا بصوت عالي. ليش تقرا بصوت عالي؟ لان انت من تقرا بصوت عالي راح تسمع اذانك. مثلا اعطيك مثال بسيط، احنا ليش نحفظ اي اغنيه نسمعها بسرعه؟ ليش نحفظها بسرعه؟ السبب لان احنا نستعمل سماعات. السماعات في الاغاني راح تصير باذننا عدل، يعني احنا بدنا نسمعها، فلهذا السبب راح نحفظها بسرعه. فهذا دائما اقول لك انه بهاي الطريقه تقدر اذا طبقتها تقدر تحفظ اي ماده درخيه بسرعه. اقرا بصوت عالي. وطبعا اكو 3 طرق الطلاب معتمده عليها من تقرا المواد الدرخيه. اول شيء ظل تفتر داير مداير البيت حتى تقرا. واكو طلاب قاعدين بمكان ويقرون، واكو طلاب ما ادري منتبهين عليهم او لا، هم ونايمين يقرون. طبعا هاي الطريقه الثالثه ابتعدوا عنها، لان انت ما راح تتمدد وتقرا، فراح تنعس او راح تتثاوب وما راح تستوعب الشيء اللي انت تقرا. فهاي الطريقه اعتمدوا عليها. فالشيء الافضل شنو لازم تسوي؟ تدمج بين هذين الطريقتين. مثلا اذا كان تعريف جدا طويل او في شيء جدا طويل وانت ما تقدر تلخصه،
استعمل الصوت العالي وحفظ الشفهي. والطريقة الثانية انك تقرا بورقة وقلم، يعني مثلا انت عندك تعداد، عندك تعريف، عندك شرح، او عندك اي شيء كتبه بورقة، فالافضل تدمج بين هذين الطريقتين، انه تحفظ شفهي وتحفظ بورقة وقلم. فالصراحة هذا الافضل لك، انه اذا سمعت كلام ودمجت بين هذين الطريقتين، اول شيء انك راح تحفظ بسرعة، والشيء الثاني انه الشيء اللي حفظته بعد ابد ما راح تنساه، راح يطبع بعقلك من هنا لحد ما تروح تمتحن، لحد يوم الامتحان ولحد ما تطلع من الامتحان وانت بعدك تذكر، يعني راح المعلومه اللي انت تقراها راح تطبع ببالك وبعد ابد ما تنساها اذا طبقت ذين الطرق. هسه طرق حفظ المواد الدرخيه انتهينا من عندها واتمنى استفادتها. هسه نجي شلون تقدر تقرا المواد الفهميه. المواد الفهميه اللي اقصد بها مثل الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، يعني بس الاشياء اللي بيها فهم بالكيمياء والفيزياء، مثلا المسائل والقوانين. طبعا المواد الفهميه لازم بورقه وقلم تقعد تحلها، يعني ما ترهم شيء فهمي وانت تقعد تحفظه، لان هم على الاكثر يغيرون بالارقام، اذا غيروا بالرقم انت ما راح تعرف تحل، لان كانه انك تترخ ومو جاي تحفظ. فالافضل تقرا بورقه وقلم، اي موضوع فهمي ضروري تقراه بورقه وقلم، واي موضوع انت فهمته سواء بالرياضيات، المهم يعني شيء فهمي انت فهمته وخلص كملته وزاد لك وقت، وبهذا الوقت اللي زاد اخذ لك في السؤال او مثال على هذا الموضوع اللي انت قريته، شوف نفسك تقدر تحل هذا السؤال. اذا انت فهمت هذا السؤال فخلاص انت بتفهم هذا الموضوع 100%. اذا صار عندك اشكال بالحل، فاكو النقطه اللي وقفت عندها صار عندك اشكال بيها، ارجع تابع الموضوع وارجع افهم الموضوع من جديد. هذا ابسط شيء فهمك انك فاهم الموضوع لو لا. الطريقه الثانيه انه اذا انت كنت ضعيف بالمواد الفهميه عندك هواي حلول، يا اما تدخل يا مدرس خصوصي وتقراها، يا اما تقراها باليوتيوب، يا اما واحد من اهلك او اصدقائك يشرح لك. يعني عندك هواي حلول للمواد الدرخيه الفهميه عفوا حتى تفتهمهن. وطبعا اكثركم راح يدرسون على اليوتيوب، فعندك افضل 3 مدرسين على اليوتيوب اللي هم حيدر وليد وعلي صادق وحيدر عبدي الائمه. ذول افضل 3 مدرسين تقريبا يشرحون للرياضيات. وبالنسبه لافضل مدرسين ماده الكيمياء والفيزياء عندك حسين حمزه وعندك دانيار الجاف. والطريقه الثالثه انك اذا تريد يعني تسيطر على الماده الدرخيه، بحيث بالدور الثاني اي شيء يجيك تعرف تحله، او مو شرط اي شيء، المهم يعني قدرت انك تسيطر على هاي الماده. اذا طبقت هاي الطريقه الثالثه اللي قلت لك عليها ان شاء الله راح تسيطر، انك يعني تقريبا بعد لك من 25 يوم الى شهر ويجيك امتحان الدور الثاني. فانت اذا كنت واقع بماده فهميه شو تسوي؟ هذا الافضل لك. يعني انت حاليا اكيد تقرا بالماده اللي واقع بيها، فشو تسوي؟ اذا خلصتها بنهايه الشهر ارجع عيدها مره ثانيه، وقبل الامتحان بيوم سوي لك مراجعه شامله وامتحان على هاي الماده. ان شاء الله اذا اجتازيت الامتحان الشامل والمراجعه الشامله فان شاء الله انك 100% مسيطر، وتروح للامتحان تضحك على الاسئله وتطلع عندك هاي الاسئله سهله وتقدر تجاوبها وتنجح. بنهاية الفيديو هذا المقطع اذا فادك حتى لو بشيء بسيط اتمنى الشركه، حتى ان شاء الله اكبر عدد من الطلاب يجون يشوفون هذا الفيديو يستفادوا. وصلنا لنهاية الفيديو، كل التوفيق ان شاء الله. لا تنسوا اشتركوا بالقناه عشان ان شاء الله فيديو ثاني.